حبايب قلب مروه العزب، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله اطلع لكم من دايما ان شاء الله باذن الله. بس والله انا كان عندي ظروف هي دي اللي اخرتني عن طلوعي في الفيديوهات، بس ان شاء الله هبقى معاكم يوميا باذن الله، وهعمل لكم فيديوهات، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم لايفات كمان الساعه 12 بالليل 11 حسب. بس فعلا فعلا انا الايام اللي فاتت دي كنت تعبانه جدا. غير كده ابني والله بقاله شهر، اكتر من شهر ونص بوديه عند الدكاتره تعبان جدا، فربنا يشفيه. ادعوا له بالله عليكم، ادعوا له ربنا يشفيه، لان الدور ده مش سايب، الفيروس ده مش سايب حد خالص. فيا رب يا رب يا رب يا رب ربنا يشفيه. والله انا يعني ربنا اللي عالم، انا بيه عند الدكتور على طول، فربنا يشفيه يا رب. ادعوا له يا جماعه. وحشتوني جدا. عايزاكم يا جماعه ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. ارحموا شيماء، ارحموا مامة شيماء، ست جدعه ومليون راجل، بتحب بنتها جدا، بتحب بنتها حب ما يتوصفش نهائي. حزينه عليها، بتطلع تقول كلام بناء على الحزن اللي جوه قلبها. ارحموها. الناس بتشتم فيها، والناس بتقعد تقلد، حد بيقلد واحده حزينه على بنت، يعني حد بيعمل تيك توك على واحده حزينه على بنتها، بتولول على بنتها في كل القنوات. المجرم هو وصاحبه خدوا اعدام، هي ماتت، الثلاثه ماتوا، خلاص بقى يعني سيبوها تتكلم، سيبوها تطلع اللي في قلبها. برضو الاعلاميين عايزين يكسبوا على قفاها فما ينفعش ان احنا نيجي على واحده ست زي ديت، ست جميله بمليون راجل، ست بمليون راجل، ما ينفعش ان احنا نقعد نشتم فيها، نقعد نقلز عليها، نقعد نقول مش عارفه ايه. ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. هو المجرم خد اعدام، وصاحبه اللي برضه هو لولا صاحبه ده ما كانش هيعمل حاجه. جوزها ما كانش هيموتها ولا كان هيعمل فيها حاجه، صاحبه هو السبب، قاعد يشجعه. عشان كده يا جماعه بنقول اختاروا الناس اللي حواليكم، اختاروا. في ناس بتبقى سوء بتدمركم، في ناس بتبقى سوء بتشجعكم. ما ممكن كان قال لصاحبه ابعد عنها، طلقها، سيبك منها، يعمل اي موقف غير ان هو يخلص عليها بالطريقه دي. فارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. وبعدين يا جماعه ده ينبهكم في حاجه، احنا حوالينا كده كام علياء اللي راحت اتمضت مع المحامي عن نقض عشان ما ياخدوش اعدام جوزها وصاحبه، وكمان بتشهد زور. احنا حوالينا وبتشمت فيها اللي هي ماتت وبتقول غيرانه منها. احنا حوالينا كده كام علياء لو حصل لنا حاجه يشمت فينا، كام علياء لو عرف سر عننا يشمت فينا ويفضحنا. حوالينا كام علياء. فكروا ويا ريت الناس اللي بتأذي ام شيماء باي كلمه هيقعد لكم. ست محترمه، ست مليون راجل.